السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا، هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا حديقة المنزل في المنام. قال ابن سيرين أن رؤيا حديقة المنزل في المنام تدل على الزهد والورع والتسبيح والطاعة، وتدل رؤيا حديقة المنزل على توزيع المال على الفقراء والمحتاجين بسرية دون معرفة أحد، وثمار الأعمال الصالحة التي يجنيها الرائي، فترمز حديقة البيت على زواج الأقارب دون الأجانب. وقد تدل رؤيا حديقة المنزل على إعطاء المال لدفع الشر والأذى. أما النابلسي قال فأن رؤيا حديقة المنزل تدل على صون النساء نفسها، فتشير رؤيا حديقة المنزل على نفي الشبهات وإثبات البراءة، وترمز للمال الحلال. فحديقة البيت في المنام ترمز إلى العبادات كالصوم وقيام الليل. رؤيا زراعة حديقة المنزل في المنام تدل على تأسيس عمل أو شراكة أو زواج، وتدل رؤيا زراعة الشجر في حديقة المنزل في الحلم على التربية الصالحة للأولاد. زراعة البذور في حديقة البيت في المنام ترمز لزواج أحد من الأقارب أو حمل الزوجة. وقيل زراعة حديقة المنزل بالورد في الحلم تدل على السعادة والفرح التي تعم في البيت. رؤية زراعة الخضار في حديقة المنزل تدل على النعمة التي يجنيها الرائي من عمله المتعب. أو زراعة الشوك في حديقة المنزل فتدل على التخطيط لإيذاء شخص من أهل البيت أو تربية الأولاد بطريقة غير صحيحة. سقي الحديقة في المنام يدل على التعب بتربية الأولاد، فسقاية حديقة البيت من ماء المطر تدل على طلب الهداية والرزق من الله تعالى. وترمز رؤيا سقي الزرع اليابس في حديقة المنزل بابتعاد الرائي عن الطاعات وتفكيره بالتوبة. رؤيا الأكل من حديقة البيت في الحلم دليل على أكل الرائي من مال حلال، كما تدل رؤيا أكل الحمضيات من حديقة المنزل على تغير عمل الرائي والكسب من مصدر جديد. ويرمز حلم أكل الخضار من حديقة البيت على سفر الرائي لحج أو عمرة. وأكل الفواكه من حديقة البيت تدل على رزق سهل، كما ترمز الفاكهة في حديقة البيت على الزواج للأعزب. ورؤية العزومة في حديقة المنزل بشارة بقدوم الأخبار المفرحة لأهل المنزل. ورؤية قطف الثمار من حديقة المنزل تدل على تحصيل الديون للرائي من الناس بعد مشقة. ثمار متساقطة في الحوش أو حديقة المنزل تدل على ندم الرائي لفعل أمر ما. رؤية تخريب حديقة المنزل في المنام بتدل على الهموم والأحزان التي ترافق الرائي جراء عمل الشر أو الفتنة. فتخريب حديقة المنزل يدل على مشكلة غير متوقعة، ومن رأى نفسه يخرب حديقة منزله دليل على سوء معاملته لأهل بيته. فرؤية شخص يقوم بتخريب حديقة المنزل يدل على أن الآخرين يحاولون الإيقاع بين الرائي وأهله وخلق المشكلات بينهما. رؤيا حديقة المنزل في المنام للعزباء تدل على سمعتها الطيبة بين الناس. وقيل مشي العزباء في حديقة البيت في الحلم تدل على التقرب من الله تعالى بعمل الطاعات. وترمز حديقة المنزل في المنام للعزباء على تخطيطها للزواج القريب. والحديقة الكبيرة تدل على سعادتها الكبيرة بعمل جيد قد تحصل عليه. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.